بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أكلة بداية، ولكل بداية حكاية، ومع الشيف جمعة هتعرفوا كل الحكاية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين، حبايبي نور عيني، عيلتي التانية. معاكم النهاردة هعمل حاجة خفيفة كده سريعة إن شاء الله يا رب تعجبكم. يعني حاجة كده إيه، شوربة بسك. شوربة البسك ديت بتتعمل من روس الجمبري وقشر الجمبري. أنا كنت عملت جمبري قبل كده وشلت الراس والقشر بتاعه والديل والحاجات ديت وخليتها بتتغسل كويس قوي بميه وكده وليمون، وتتحط في مصفى ايه تصفي الميه بتاعتها. بنعمل لها بقى ايه، بوكيه جرني، معاها بصل ومعاها طماطم. لو في عندك شويه جزر ماشي، عندك كرات، عندك كرفس، الحاجات ديت لو موجوده اوكي مفيش مشكله، مش موجوده عادي ايه بنمشي بالموجود يعني. مع شويه توابل بقى نديها ايه، شويه فلفل اسود وشويه زعتر وحبهان وورق لورا وتاتش قوي بسيط قوي، اللهم صل على النبي، جنزبيل. طبعا حطينا بقى ايه، نحط الحله كده الاول تسخن ونحط شويه زيت. انا بفضل اشتغل بزيت الذره، زيت الذره صحي جدا، او زيت زيتون المتوفر يعني. بنحط شويه زيت على النار. بعدين بنبدا الاول بقشر الجمبري، ننزله كده في الحله. شوربه مفيده جدا ولذيذه جدا، وبتتعمل يعني من مكونات بسيطه قوي. يعني روس الجمبري، الراس الجمبري والقشر بتاعه، هي طبعا غنيه جدا بالفوسفور وبالفيتامينات، مفيده جدا للجسم. فاحنا طبعا بنفضل نعملها ايه، شوربه. بنبدا الاول ننزل الحاجات ديت اللي هي روس الجمبري والقشر وكده. ولو عندك بقى شويه جمبري، شويه سمك، شويه سبيط، كاليماري، مش عارف، ممكن تقطع قطع بعد ما تخلص الشوربه خالص، يترموا في قلبها، ياخدوا غلوه معاها، بيزود التيست وبيخلي فيها حاجه ايه ممكن تتاكل. مفيش عادي، ممكن تتشرب كده زي ما هي. كمان ممكن نديها بقى في الاخر شويه كريمه، لو عايزه تربطيها ممكن تديها زبده ودقيق وكريمه بقى في الاخر برضو ايه. ممكن ايه اوريكم برضو في الاخر تعمل ازاي، بس المهم ايه، نركب الشوربه الاول. بنخلي روس الجمبري والحاجه ديت لحد ايه، تاخد تشويحه كده مع الزيت لحد ما لونها ايه، بيقلب. بتلاقي لونها، هي لونها بيبقى مثلا مايل للسواد، بعد كده بس تلاقي لونها بقى وردي. انا عايز اخليها لون ايه، اللون البني. ممكن البني المحمر. لو عندك شويه صلصه طماطم ممكن تديها صلصه طماطم. طبعا الكريمه بقى هتفتحها وكده. فاحنا ايه، هنسيبها على النار شويه، واول ما ايه ما توصل بقى للحد اللي احنا عايزينه، انا هوريكم بقى نضيف ايه بقى الاضافات وكده. طبعا بقى يا جماعه احنا ايه، شوحنا الروز بتاعت الجمبري والكلام ده كله، وبعدين ايه زودنا عليها البصل والطماطم، بقت زي كده زي ما انتم شايفين. هقربها للكاميرا شويه عشان تشوفوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي. ونشفت خالص بقى، مبقاش فيها ميه ولا حاجه. نروح مزودين عليها البصل والطماطم، ونسيبها برده ايه، نديها تشويحه كده، وننزل عليها برده بشويه التوابل اللي احنا شفناهم دول، الفلفل الاسود والزعتر وورق اللورو والحبهان وسنه جنزبيل صغيره. ننزل بيهم كده كلهم مره واحده برده ياخدوا تشويحه معاهم. اوكي، لو في برده جوزة الطيب ممكن نبشر عليها جوزة الطيب، بتبقى كويسه قوي. وبرده نفضل نشوحها عشان انا عايزها تاخد اللون البني. كل ما تتشوح اكتر ما تتحرقش يعني، بس علشان تاخد اللون البني. نلاقي ايه، قعر الحله كده من تحت نشف، ما بقاش فيه ميه، بدات المكونات نفسها ايه تلون كده وتاخد لون ذهبي كده ومايله للبني. ساعتها بقى ايه، نروح مزودين عليها الميه وسايبينها بقى ايه تغلي. طبعا شوربه البسك دي يا جماعه هي شوربه كنديه، اسمها كنديان سي فود شاودر. انا ممكن اقول لكم مكوناتها بالكامل يعني بعد ما بنعمل ده كله. بعد كده ممكن تتضرب في الخلاط وتتصفى، او ممكن تتصفى على طول. بعد كده بنديها كريمه لباني، ولو حسينا ان هي خفيفه نعمل لها رو بالزبده والدقيق او شويه نشا في ميه نتقلها شويه. بعد كده بنرمي فيها المكونات بقى ايه بتاعتها اللي هي السي فود. ممكن بقى قطع جمبري، قطع سمك، قطع لوبستر ماشي، اي سي فود موجود عندك، صبيط او كاليماري. كل ده ممكن ايه ينضاف عليها في الاخر خالص مع سنه الكريمه وبس كده. ممكن في ناس بتديها، ممكن تديها خضار، ممكن شويه جزر مبشورين في الاخر خالص وتحطهم. في ناس بتحب تديها خضره على فكره، كزبره خضراء او كده مفرومه، بس انا بحب ان هي تبقى كلير خالص وما بحبش اديها كل الاضافات دي. لو مش عايز تدوا برده
كريمه لباني ممكن تحطوا لبن، لان الكريمه اللباني نسبه الدسم فيها عاليه شويه، نسبه الدسم تقريبا 42%. اللبن نسبه الدسم هتكون اقل شويه يعني. هي كده ايه، احنا شوحناها بما فيه الكفايه. هنبدا ننزل عليها بقى ايه بالميه ونغطي عليها ونسيبها ايه لما تجيب كل اللي فيها خالص. بعد كده بقى ايه هقول لكم بقى ايه ان شاء الله هنعمل فيها ايه يعني. بسم الله. كده يا جماعه خدت الميه بتاعتها، حتى لو شفنا لون الميه بدا يتغير عشان طبعا ايه احنا شوحناها، بدات تاخد يعني مايله للبني شويه. اوكي، طبعا مع الطماطم لما تغلي فيها هتخليها تبقى بني محمر، ده اللون الاصلي بتاعها. مع شويه الكريمه برده هيفتحوا لونها، هيبقى لونها جميل قوي. اوكي، هنغطي عليها بقى يا جماعه ونسيبها ايه تغلي مع نفسها، وبعدين ارجع لكم تاني باذن الله. طبعا بقى دلوقتي يا جماعه هنبص عليها نشوف ايه الاخبار. طبعا احنا سيبناها بقى ايه تغلي، نجيب كل اللي فيها، بنسيبها حوالي نص ساعه تقريبا على النار تغلي لحد ما ايه تجيب كل اللي فيها. هي كده خلاص تمام، خدت الغلوه بتاعتها 100 100. دلوقتي هنطفي عليها النار ونسيبها تبرد شويه. بعد كده ايه ممكن نصفيها ناخد الميه بتاعتها بس ونكمل، او ممكن تتضرب في الخلاط. انا بفضل ان انا اضربها في الخلاط عشان يعني احقق اعلى استفاده من الحاجه اللي فيها، يعني الفيتامينات والحاجات اللي فيها والاوميجا 3 والزنك اللي هو موجود في السمك وكده. هنسيبها تبرد شويه عشان ما ينفعش نضربها في الخلاط وهي سخنه. بعد ما تبرد هنضربها نصفيها ونرجع بقى نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. دلوقتي بقى يا جماعه احنا ايه زي ما قلت لكم الشوربه انا ضربتها في الخلاط وصفيتها. شايفين بقت لونها عامله ازاي؟ اللون البني المحمر الجميل دوت. اوكي، هنبدا ده دلوقتي طبعا عشان هي خفيفه فلازم ايه هنربطها ازاي بقى؟ هنجيب قطعه زبده زي كده، نسخن الحله كده عشان تخلص من الميه اللي فيها تماما، مع شويه زيت برضه عشان الزبده ايه ما تتحرقش. اوكي، بعد كده ايه في عندنا شويه دقيق، هننزل بالدقيق معلقتين كده على قد شويه الزبده على قد شويه الزيت اللي احنا حطيناه. نستنى لما الزبده تسيح وبعدين ايه ننزل عليهم بالدقيق ونسويه. دي حاجه اسمها روبلا او رو، يعني الاسم المتداول كده رو. رو دوت عباره عن زبده ودقيق يعني، ممكن معاه ايه سنه زيت بسيطه. ده بنربط بيه اي حاجه، مثلا الشرب اللي هي بتتربط، بنربط بيها الصوصات بتاعه اللحمه والكلام ده كله يعني. خلاص كده الزبده ساحت، هننزل بقى بشويه الدقيق دول عليهم. اوكي، زي ما احنا بنعمل البشاميل بالظبط بنعمل له رو زي كده برضو، زي ما بنعمل شوربه الكريم دو فولاي، كريمه الفراخ او التشيكن كريم سوب. لازم نعمل لها ايه رو زي كده علشان تبقى ايه قوامها سميك وتقيله يعني وكده مع بعض. بعد كده ايه هنروح نازلين عليها بايه بس تستوي الاول. لازم الرو ده يستوي علشان ما يخرصش، يعمل كلاكيع كده يعني. اوكي، نسيبه على النار. والرو دوت كل ما بيفضل على النار كل ما بيغمق، كل ما لونه بيغمق اكتر. فبرضو احنا ايه نيجي للمرحله اللي احنا عايزين اللون، احنا عايزينه طبعا يبقى ايه لون الشوربه يعني يستوي. امتى تعرف ان هو استوى؟ لما تشم ريحه العيش اللي طالع من الفرن فيه، لان هي دقيق برضو يعني. الدقيق لما بيستوي تشم ريحه العيش كانه استوى فيها يعني. خلاص يعني ثواني نروح ايه نازلين عليها ايه الشوربه بتاعتنا. بعد كده نملحها ونديها بقى ايه شويه الكريمه او شويه اللبن الموجودين عندنا، تبقى كده ايه تمام التمام. هو كده الرو بقى تمام قوي. نسبة شويه الشوربه دول، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل ونقلب كده عشان ايه الرو يتجانس مع الشوربه. نسيبها لما تغلي. طبعا الرو لما بيغلي مع الشوربه بتبدا بقى تاخد القوام بتاعها وكده يعني. طبعا الشوربه ديت بتمشي بقى مع اي عزومه، مثلا عندك هتعملي اكله سمك مثلا مع الرز الصياديه، مع جمبري مشوي، جمبري مقلي، جمبري فرنساوي، مع لوبستر، مع اي اكله سمك بتمشي معاها الشوربه ديت، بتبقى لذيذه جدا. مع السلطات برضو بتاعتها الطحينه، وفي سلطه جمبري، في سلطه سي فود، في سلطه نسواس، في سلطات كتير بتمشي مع السي فود. ممكن سلطه بلد وسلطه طحينه بتكفي قوي يعني.
طبعا بقى دلوقتي يا جماعه ايه، شفتوا بقى ايه، خلاص غليت اهيت وخدت القوام. شايفين القوام بتاعها تقل ازاي؟ القوام بتاعها بقى جميل. قوام الشوربه الحلو ده ما يبقاش تقيل كده زي البشاميل، وما يبقاش خفيف زي الشوربه الكلير، لان دي كريمي، شوربه كريمي. هنديها بقى ايه الملح بتاعها، وفضل لها الملح بس. اوكي. وهنديها بقى ايه سنه لبن. ده عندي لبن، انا مش هدي كريمه بصراحه، انا هدي لبن. لو عايزين تدوا كريمه يدوا كريمه. اوكي. مش هدي لبن كتير كمان، حاجه بسيطه بس ايه يظبط ايه اللون بتاعها ويظبط التيست بتاعها يعني. اوكي كده حلو تمام زي الفل. نجيب لكم الكاميرا بقى من قريب تشوفوها كده بعد ما خلصت خلاص ونغرفها. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي اهو. قوام بقى تقيل وجميل. شايفين اللون، اللون البني المحمر الجميل، هو ده اللون الطبيعي بتاعها الحلو. نبدأ بقى ممكن نغرفها بقى في ايه ده. خلاص هو ده بقى ايه الطبق بتاعنا النهارده. شوربة بسك يا جماعة على الطريقة الكندية. شوربة بسم الله ما شاء الله، حاجة قيمة جدا. شايفين قوامها عامل ازاي، شايفين لونها. الفكرة في منها بيجي جاهز، بيتباع اكياس كده تفك بمية وخلاص. بس طبعا الحاجة لما تعملها على ايديك بتبقى احلى بكتير. ما شاء الله. كده يا جماعة نكون النهاردة ايه خلصنا الشوربة اللذيذة الجميلة بتاعتنا. اتمنى يا رب ان تكون الطريقة سهلة وبالنسبة لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. شوربة جميلة جدا جدا، بتتقدم مع المأكولات البحرية عموما يعني وكده. وانا عملتها بطريقة سهلة خالص، ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش مجهود. وان شاء الله يا رب اكون قدمت حاجة كويسة، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن بإذن الله. وهي دي الشوربة يا جماعة، هي هقربها لكم برضو تشوفوها، وما اقولكوش بقى طعمها ايه، هايل 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 يعني. اشكركم يا جماعه، واتمنى يا رب اكون وفيت معاكم، كنت ضيف خفيف عليكم. وشكرا ليكم. السلام عليكم.